إزاي التعليم الأونلاين ممكن يحقق لك دخل سلبي أو باسيف إنكم مستمر؟ اتفرج على الفيديو ده وأنا هقول لك إزاي. الناس اليومين دولت كلهم بيسألوا في الاستثمار، واحد يقول لك أشتري عقار ولا أعمل قناة يوتيوب وآخد منها أرباح، واحد تاني يقول لك أستثمر في البورصة، واحد رابع يقول لك طب ما أشتري ذهب. بس نادرا إن حد ياخد باله إن في مصدر تاني مهم جدا جدا ومحدش واخد باله منه، اسمه التعليم الرقمي أو التعليم الأونلاين. يعني ممكن علمك أو مهاراتك أو حتى لو كان عندك باشن في حاجة معينة يتحول لتعليم رقمي يدخلك دخل ثابت باستمرار. وأنا أقصد هنا بالدخل السلبي إن ممكن يدخلك فلوس وإنت حتى نايم. طيب إزاي الكورسات الأونلاين بتحقق باسيف إنكم؟ واحد، لو عندك محتوى علمي فأنت بتعمل له كورس أونلاين وبتسجله لمرة واحدة بس، بتحضر المحتوى، بتسجل الفيديوهات، بتجهز السيستم اللي هتبيع من خلاله، وبعدها بيشتغل لوحده من غير أي تدخل بشري منك. يعني أنت هتسجله مرة وممكن يتباع مليون مرة. اتنين، بتعمل فانل أو خطة تسويقية واضحة وترفع الكورس بتاعك على منصة مؤهلة للكورسات الأونلاين. العميل هيدخل يشوف الموقع الإلكتروني أو الصفحة اللي عليها تفاصيل الكورس ويفهم العرض، يشتري وياخد الكورس كمان. كل ده بشكل اوتوماتيك. ثلاثة، بتعمل حملات تسويقية أو محتوى ثابت بيتكلم باستمرار عن المنتج الرقمي بتاعك، محتوى اورجانيك بيوجه الناس دايما للعرض اللي انت بتبيع فيه الكورس بتاعك، او تعمل اعلان بسيط يوصل للناس للصفحه اللي عليها تفاصيل الكورس، او ليد ماجنت للكورس المدفوع. كل ما عدد المهتمين بالمحتوى بتاعك بيزيد كل ما طبيعي ان المبيعات هتزيد. تقرير من موقع تيتشبل بيقول صناع المحتوى اللي عندهم كورس رقمي واحد او كورس اونلاين واحد بيحققوا دخل شهري ثابت بيتراوح ما بين $300 لغايه $7000، ده المتوسط طبعا، من غير ما يضطروا انهم يضيفوا محتوى جديد كل شويه. طيب تبدا منين علشان تبدا تحقق باسيف انكم من التعليم الرقمي؟ واحد، حدد مهارة أو خبرة عندك تقدر تعلمها للناس. على فكرة مش لازم تكون أستاذ جامعة، يكفي إنك تبقى عارف أكتر من اللي هيتعلم منك. اتنين، سجل محتوى مبدئي بسيط، فيديوهات قصيرة، خطوات واضحة، نتيجة محسوسة للي هيتدرب معاك. تلاتة، اعرض الكورس بتاعك من خلال فانل أو منصة جاهزة لاستقبال الكورسات، ودي في منها كتير قوي حوالين العالم زي يوديمي أو تيتشبل أو كاجابي أو سينكفيك. المهم إن الكورس بتاعك يكون قابل إن الناس تشوفه وتشترك فيه بشكل اوتوماتيك. وعلى فكرة عشان ما تفهمش غلط، مش معنى كلمة دخل سلبي أو باسيف إنكم إنك هتقعد مش هتعمل حاجة خالص. معناه إنك هتشتغل صح مرة وتعمل المجهود الأكبر في البداية، وبعد كده كل اللي عليك إنك تحسن تطور، يعني هتخلي الشغل بتاعك هو اللي يشتغل مكانك بعدها. والتعليم الرقمي أو التعليم الأونلاين هو أحسن استثمار ذاتي أنت تقدر تنفذ فيه الخطوات دي. قول لي كده في الكومنتات بأمانة، هل عمرك فكرت إنك تعمل كورس أونلاين للناس قبل كده تشرح فيه الخبرات اللي عندك في أي مجال؟ هستنى ردك. السلام عليكم.